ماشي في الشارع لقيت كرتونه صغيره سامع فيها صوت خروشه، فضولك جابك تفتحها وفجاه لقيت كيتن او بابز عمر ايام، هتتصرف ازاي؟ اول حاجه بص في المنطقه المحيطه على الام في الوقت دوت اهم بكتير من اي حاجه. طيب لو لا قدر الله حد رماهم هتعمل ايه؟ اول حاجه هيبقوا محتاجين رضاعه، هنرضع بلبن خالي اللاكتوز، مش هينفع لبن خالي اللاكتوز من السوبر ماركت، مش هينفع لبن شركات ونخففه بميه، مش هينفع اي نوع غير اللبن الخالي اللاكتوز بتاع الاطفال او بتاع الكتن، يفضل طبعا بتاع الكتن. لكن لو مش افيلابل ليك هنعمل ايه؟ هنجيب لبن خالي اللاكتوز بتاع الاطفال ونبدا نرضع الكتن دي. ده فيهم كويس جدا، درجات حرارتهم بيحتاجوا درجات حراره اعلى من اللي احنا بنحتاجها. بص على السره بتاعتهم، لو السره ملوثه او لو في بقايا من المشيمه استاذنك هتقصها هتعقمها، او لو مش عارف روح لدكتور بيطري وهو هيساعدك في الموضوع ده. العين دي لو فيها اي شوائب او اي حاجه محطوطه عليها سواء افرازات او سواء تراب استاذنك محلول ملح معقم من اي صيدليه وهننضف بيهم العين ما بتفتحش غير بعد 14 ل 21 يوم، فما تستناش ان عينيهم تفتح قبل كده. بعد كل رضعه لازم ندلك البطن كويس علشان تساعد في اخراج الفضلات بعد الاكل، لان دي بتبقى مهمه الام والام للاسف مش موجوده. استشير دايما طبيب بيطري علشان يساعدك في انك تكمل المشوار. لو عندك بقى اي سؤال بخصوص الموضوع ده سيبهولي تحت في الكومنتات.